خسائر العدو عشرات القتلى عن طريق الضربات الجوية والمدفعية والاشتباكات الأرضية مع قوات سوريا الديمقراطية. معارك كانت قوية عند دخول قواتنا الباقوس. كانت توجد بالبداية معارك كر وفر، من ثم بادرت قواتنا بالتقدم في ليلة البارحة، واليوم تتجهز قواتنا للتقدم في الباقوس وفتح محور السوسة. تم الاصطلاع على أسلحة خفيفة ومنها مدفع SPG روسي الصنع. تم إلقاء القبض على أسير داعشي من جنسية جزائرية وتم تسليمه للجهات المعنية.